ما هو انا قلت لكم الاخبار الحلوه ما خلصتش، وكرانشي رول شكلهم سمعوا كلامنا وعملوا لنا اللي احنا نفسنا فيه. طيب ورجعت لكم فيديو جديد على القناه، وفيديو النهارده هنتكلم فيه برضه عن خبر شد انتباهي الفتره اللي فاتت جدا، لكنه مش خبر، دي حاجه حقيقيه. كرانشي رول دبلجت اول موسمين من انمي فاير فورس. اولا ده كان من اكتر الانميات اللي زي ما قلت لكم في فيديوز 2026 ان انا عايز اشوف الانمي ده جدا. الارت ستايل بتاعه شادد انتباهي قوي، تمام. دي حاجه. لما عرفت ان هو نزل بالدبلجه العربي تحفظت جدا وخدت جنب كده اللي هو ها يا ترى، والنبي بلاش، كفايه دبلجه مصري، كفايه دبلجه مصري، ادوا الفرص لاستوديوهات تانية. انا ما عنديش مشكله يعني، على فكره دبلجه طعام الدهليزي اللي كانت بالاردني كانت خرافيه جدا، لكن الفتره اللي فاتت مصري 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 مصري، حاجات حلوه وبتصيب وحاجات كتير قوي بتخيب، لان زي ما قلت لكم هم مش معاهم، مش فاهمين فلسفه دبلجه الانمي، وبيدبلجوا الانمي بطريقه الكرتون. ف حطيت ايدي على قلبي وكليكيت كده على الحلقه الاولى وجبت الاصوات. بصراحه الدبلجه سوري، اخيرا الدبلجه سوري. الاصوات حلوه جدا، بس انا ما كنتش عايز احرق على نفسي، تمام. فانا مش عارف ايه الشخصيات المهمه اللي اجري الحلقه كده بحيث اسمع صوتها واقول لكم ده صوت شينرا. يعني الوحيد اللي انا سمعته وركزت معاه كان صوت شينرا، وبعض الشخصيات التانية اللي ما اعرفش هي كومبارس ولا شخصيات اساسيه. تقريبا اسمه شينرا كوساكابي تقريبا، ده لو انا فاكر، لاني كنت عديت كده سكروليت على الحلقه الاولى بتاعته من فتره طويله جدا يعني. فصوت شينرا كان حلو جدا. للاسف برضو مش عارف صوت المؤدي، وعلى فكره كل الناس اللي انا سمعت اصواتها حتى الان مش مميزهم. وعلى فكره دي حاجه كويسه جدا، استوديو سوري، تمثيل حلو، لهجه حلوه، ونبرات مش مستهلكه، وممثلين ما تمش استهلاكهم في مليون عمل. ده بالنسبه لي شيء رائع جدا 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 جدا. طيب خلونا نتكلم بصراحه، ما نضحكش على بعض، اكيد ما سمعوناش ولا سمعوا الفيديو ده ولا اي حاجه، لان احنا لسه منزلين الفيديو ده من يومين، وهم نزلوا موسمين كاملين من فاير فورس بالدبلجه العربي. فده معناه ان هم شغالين عليها من فتره، او ده معناه ان كان في ناس وهم سمعوا لفيدباك بتاع ناس تانيين غيرنا هنا في تيفو سامباي ونفذوا ده. وبصراحه انا اللي انا سمعته حتى الان يوحي ان هم لا سمعوا كذا وجه انتقاد، مش وجه واحد بس. اولا انتقدنا كثره او غزاره انتاج الدبلجه المصري، دبلجه سوري. انتقدنا بالنسبه لي في بلاك كلوفر، وزي ما حصل مع شاهد في بليتش، انتقدنا التكرار المميت للاصوات، ان هم يدوا عمل كبير وطويل ومهم لاستوديو فيه 6-7 مدبلجين. لا الحمد لله حتى الان اللي انا سامعه نبرات متنوعه اول مره اسمعها، لكن بلهجه منضبطه وبتمثيل بيحترم قيمه العمل كانمي، وكانمي شونن، وكانمي مشهور، تمام. اللي سمعته حتى الان مفيش تحريف خالص في المصطلحات. يعني كان في مصطلح معرفش، يعني اللي شافوا فاير فورس يقولوا لنا بدون حرق في الكومنتات، اسمه الجهنميين تقريبا. فاللي هو ده تقريبا يعني كان برضه انا فاكر ان كان في حاجه في فاير فورس اسمها السبونتينيوس كومبشن، او ان هم بيتم احتراقهم بشكل يعني من جوه كده او حاجه. ما علينا ما علينا. صوت الراوي اللي في الاول خرافي، ما كنتش متوقع ان يبقى فيه راوي بنبره خشنه وكده غير الاستاذ مأمون الرفاعي يبهرني للدرجه دي. لا ده راوي وخرافي. فانا ما ركزتش غير مع صوت اتنين، صوت شينرا ممتاز 10 من 10، وصوت الراوي ممتاز و10 من 10. التحريف والسكريبتنج ممتاز 10 من 10، التمثيل ممتاز 10 من 10. فانا عديت كده زي ما قلت لكم على حوالي نص الحلقه الاولى، ويا لطيف انا مبهور، انا مبسوط، انا مبسوط جدا جدا جدا. فخلونا نتامل خير، خلونا نتامل بقى ان انا لما اتفرج على الموسم الاول والثاني، خلونا اولا يعني نرجو ان هم يدبلجوا الموسم الثالث عشان تبقى تجربه وخلصت. وان شاء الله ان شاء الله لما اتفرج على فاير فورس، لان زي ما قلت لكم ده من اكتر الانميات اللي انا كان نفسي اتفرج عليها زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ووجوده بالدبلجه العربي يخليني احطه في مرتبه في الجدول بتاعي قبل حاجات كتير انا كنت عايز اتفرج عليها. بالعكس ما استبعدش اني ممكن اخد بوزس من كونان واتفرج على جزء من فاير فورس واخلص واجي اتكلم معاكم عن فاير فورس. هاجي اتكلم معاكم باذن الله عن جزء، وهاجي اتكلم معاكم عن كل التفاصيل الممكنه في الدبلجه والاصوات والتحليل والحاجات اللي احنا بنحب نعملها دي كلها هنا. فبصراحه خبر عجبني، لان الفتره اللي فاتت ما كنتش انا عايز اكون مبسوط بقى، عايز اتفرج على حاجه مدبلجه وانا مبسوط. سولو ليفلنج، جوجوتسو كايسن، مش عارف ايه، بلو لوك، هيلز بارادايس، كلها دبلجات كانت دون المستوى. فاللي انا سمعته من فاير فورس اداني امل رهيب وكبير جدا. بصراحه اتنين متامل فيهم خير جدا، او يمكن ثلاثه. فاير فورس
بالدبلجه فصحى سوري، وري زيرو ما تسالونيش ليه، بس ري زيرو بالدبلجه الفصحى المصري، اللي باي ذا واي لسه ما شفتهاش، عديت بس على الاصوات. وطبعا جوجيتسو كايسن انا كنت كده كده شايف اول جزئين بالانجلش، لكن لازم هسكرول باذن الله على الجزئين دول تاني واشوف الجزء الثالث بالدبلجه العربي لما ينزل باذن الله. فعندك دبلجه كويسه، اصوات متنوعه، سكريبت كويس، لهجه كويسه، تمثيل محترم يحترم ثقافه العمل وهويه الانمي. فزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع المحقق كونان، انا كنت لسه متكلم عن الموضوع ده وكنت لسه بتفرج على كونان بالدبلجه العربي، جات لي الاشاره، كنت لسه عمال بتراش توك بقى وبرانت وبس يعني متعصب وزعلان على موضوع الدبلجه المصري، جات لي الاشاره وجات لي دبلجه فاير فورس دبلجه سوري. يا ترى المستقبل الدبلاجي هيحمل لنا ايه؟ ده اللي هنشوفه سوا مع بعض. ما تنسوش اللايك وما تنسوش سبسكرايب، اهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنياوي. دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.